بعد ما الشيخ عيد خلص كلامه، صوت باب الأوضة اللي جنبنا اتفتح بقوة، كأنه حد رمى حاجة تقيلة عليه. لما بصيت ناحية الباب شفت ظل طويل وغريب، ملامحه مش واضحة لكنه كان بيقرب بسرعة. في اللحظة دي كل حاجة سكتت، مفيش صوت غير دقات قلبي اللي كنت سامعها كأنها طبلة، والظل الغريب ده بيقرب أكتر وأكتر. حاولت اتحرك لكن جسمي كان مشلول. الشيخ عيد فضل ثابت مكانه كأن اللي بيحصل ده عادي بالنسبة له، وقال بصوت عالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي موجود هنا ارجع لمكانك، ده مش مكانك. الظل وقف فجأة، لكن الضحكة اللي سمعناها قبل كده رجعت تاني، بس المرة دي كانت أعلى وأقرب، كأنها في ودني بالظبط. خالتي سهام قعدت على الأرض وهي بتبكي بهستيريا، وفضلت تقول: خدوه مني، يا رب رجعهولي يا رب. الشيخ عيد قام بسرعة، جاب ازازة مية صغيرة من جنب الكرسي بتاعه ورش منها ناحية الظل. المية طلعت صوت كأنها بتغلي أو نزلت على حاجة سخنة. لقيت الظل اتراجع لورا. الشيخ قال لنا بصوت حاسم: الموضوع مش هيعدي بسهولة، اللي عامل السحر ده مش شخص عادي، شخص عارف هو بيعمل ايه كويس، والجن اللي مسلطينه عليكم ده قوي جدا، محتاجين نستعد لكل اللي جاي. انا كنت واقف زي الصنم مش فاهم اللي بيحصل. حسيت بدوخة، كأن العالم حواليا بقى بطيء فجأة، ولقيت نفسي ماسك دراع الشيخ عيد وبقوله: مين اللي مسلطه علينا، وازاي نقدر نرجع ابن خالتي؟ الشيخ بصلي بصة طويلة وقال: هنعرف كل حاجة في وقتها ان شاء الله، بس لازم تكونوا كلكم جاهزين. الجن الخطاف هيحاول يمنعنا وهيأذي اي حد يقف في طريقه. في الوقت ده لمحت الظل بيخرج من الباب. الشيخ مد ايده في جيبه وخرج منها ولاعة وولع الشموع من جديد، ومد ايده في جيبه مرة تانية وخرج منها سلسلة فضة واداها لخالتي، وطلب منها تلبسها وقال لها: دي هتحميك ان شاء الله، ومهما حصل اوعي تشيليها، اوعي يا سهام تشيليها. خالتي كانت مرعوبة لكن نفذت الكلام من غير اي اعتراض. وبعدين الشيخ طلب مني ومن امي وجدتي اللي كانوا واقفين جنبي اننا كلنا نقعد حوالين خالتي على شكل دايرة ونمسك ايدين بعض. بصيت على امي وجدتي، كانوا خايفين زيي، لكن محدش فينا فكر يرفض او يقول لا. كنا عايزين ومستعدين نعمل اي حاجة علشان خاطر خالتي. الشيخ عيد بدأ من جديد يقرأ قرآن بصوت عالي، وكل ما يقرأ كل ما بنحس ان المكان بيتهز من حوالينا، وهو يعلي صوته اكتر واكتر. كل ما صوته يعلى الشموع نورها بيرقص ويترعش، كأن في ريح جامدة بتضرب الأوضة رغم ان مفيش اي شباك مفتوح. استمر الوضع على كده، يجي كل 5 دقايق وفجأة كل حاجة سكتت. كان في صوت خطوات تقيلة بدأت تقرب، كان صوتها جاي من الصالة، بس كان واضح ان الخطوات دي مش خطوات شخص عادي. الشيخ وقف القراية وقال: هو هنا من جديد. خالتي صرخت فجأة وكانت ماسكة رقبتها كأن حد بيحاول يخنقها. حاولنا نمسكها ونهديها لكن جسمها كان سخن زي النار، وكانت بتقول بصوت مخنوق: مش هيسيبني، مش هيسيبني. الشيخ مسك ازازة المية اللي كان بيرشها قبل كده وقرأ عليها آيات تانية ورش منها على خالتي، وفجأة جسمها هدي، لكنها كانت بتنهج وكأنها كانت بتجري مسافة طويلة. في اللحظة دي الباب اللي في آخر الأوضة خبط خبطات جامدة، كان بيتفتح ويتقفل لوحده. جدتي بدأت تقرأ قرآن بصوت عالي، وأمي كانت بتعيط وهي بتشوف المنظر ده. الشيخ عيد قام بسرعة وقال بصوت عالي: لازم نكسر العمل نفسه عشان نرجع الطفل اللي متسلط عليكم، عنده قوة شيطانية جبارة. فجأة خالتي سهام رفعت راسها وبصت للشيخ، عينها ما بقتش عادية، عينيها بقت بيضة بالكامل، السواد اللي فيهم اختفى نهائي،
وقالت بصوت غريب: مش هتقدروا، اللي اتاخد ما بيرجعش. الشيخ عيد مخافش، رد عليها وهو ماسك مصحف صغير: الحق لازم يرجع لصحابه، واللي اتاخد ظلم هيرجع لأهله. خالتي بدأت تضحك ضحكة بشعة وفضلت تكرر نفس الجملة: مش هتقدروا، مش هتقدروا. نور الغرفة كله انطفى وسمعنا صوت حاجة بتتكسر جاي من كل مكان حوالينا. حسيت بحاجة بتلمس رجلي، جسمي أشعر ونطيت من مكاني وصرخت، بس لما بصيت ما لقيتش حاجة. الشيخ عيد صرخ: استمروا في القراية، محدش يبطل ولا يوقف ولا يضعف ولا يخاف. كلنا بدأنا نقرأ قرآن بصوت عالي، لكن خالتي فجأة وقعت على الأرض وكانت بتترعش. بعد اللي حصل كل حاجة رجعت لطبيعتها، لكن الخوف جوانا هو الحاجة الوحيدة اللي كانت بتزيد. فوقنا خالتي اللي كانت فقدت وعيها، وساعتها الشيخ عيد قال كلام غريب، كلام يخوف أكتر من أي حاجة شفناها قبل كده. وقف قدامنا بس بص لخالتي سهام اللي كان جسمها بيترعش وعينيها مش ثابتة في مكان، وقال: اللي بنتعامل ده معاه ده مش جن عادي، ده تابع لسوق الأرواح. أمي اللي كانت قاعدة جنب خالتي بصت له وهي مش فاهمة وسألته: سوق الأرواح؟ يعني ايه سوق الأرواح ده؟ الشيخ عيد رد وصوته مليان رهبة: سوق الأرواح ده مكان بين عالمنا وعالمهم، مكان سري ما يدخلوش أي حد غير اللي عنده قوة شيطانية أو معاه تمن دخوله. هناك بيتم بيع أرواح الأطفال اللي بيتاخدوا من عالمنا علشان يستخدموا في طقوس شيطانية أو تجارب مش مفهومة. ابنك يا سهام اتاخد عشان يتباع هناك. الكلام ده كان زي شومة حد خبطنا بيها على دماغنا. أمي حطت ايدها على وشها وبدأت تعيط، وجدتي كانت بتتمتم بالدعاء وهي عينيها على خالتي والشيخ عيد. لكن أنا حسيت بغضب أكتر من الخوف. وقفت وصرخت: طب نعمل ايه؟ مش هنفضل قاعدين كده، لازم يكون في حل. الشيخ بصلي وابتسم ابتسامة باهتة مليانة ألم وقال: في طريقة واحدة، إننا ندخل السوق ده، لكن ده هيكون خطر كبير علينا كلنا. الوقت فات بسرعة جدا والليل جه عشان الدنيا تبقى كئيبة أكتر، وكأن كل دقيقة فيه كانت أطول من اللي قبلها. برغم كل اللي حصل الوقت عدى بسرعة. الشيخ عيد جهز كل حاجة للجلسة اللي هتخلينا نفتح الباب على سوق الأرواح. أوضتنا الصغيرة اتملت شموع لونها أسود، بخور خانق خلى دماغي تلف، ودايرة غريبة من الطباشير مرسومة على الأرض. الشيخ عيد قال بصوت حاسر: اللي هيشارك معايا في الجلسة دي لازم يكون قلبه قوي. لو جبتم سيرة خوف أو شك، الجن هيشوف ويحس بكده وهيهاجمنا. سهام هتكون العنصر الأساسي لأنها الأم، وهي الرابط الوحيد اللي يقدر يفتح لنا الطريق. خالتي كانت قاعدة في نص الدايرة، باين عليها انها بين الحياة والموت، وشها مخطوف ومصفر وعينيها لسه مش طبيعية. الشيخ حط في ايديها حتة قماش سودة صغيرة وقال: ده رمز ابنك، كل مرة تنادي عليه افتكري صوته وريحته وهو معاكي، هو ده اللي هيدلنا عليه. بدأ الشيخ عيد يقرأ ويردد كلمات غريبة ما كانتش قرآن، لكن حاجة تانية خلتني احس ان جسمي كان بيتقل وينمل زي ما اكون واخد بنج. الجو حواليا بدأ يتغير والهوا بقى سخن وكأننا واقفين جنب نار. مرة واحدة ظهر وميض ازرق في الدايرة اللي خالتي قاعدة فيها، وسمعنا صوت مرعب كان زي زئير غريب، مش حيوان لكن حاجة تانية.